لنسأل كابتن سيد عبد الحفيظ، رأيك ايه في المباراة والطريقة والتشكيل، وهل كان الأمثل ولا لأ؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتيجة وحشة جدا، توقيت جول صعب قوي. والحقيقة أداء الأهلي على المستوى الدفاعي كان لو خرجت النتيجة بالشكل ده نقول إن هو قدم مباراة دفاعية. لكن المردود بشكل عام يعني لا، طبعا كان الأهلي عنده أفضل من كده بكتير. المدرب دايما بيبقى عنده يعني الميزة الأكبر في توظيف اللعيبة في الأماكن المظبوطة. أوكي، ما أعتقدش إن في مباراة زي ديت بحساباتها ان واحد زي مروان عطيه يبقى بره التشكيل خالص، او مش بره التشكيل، مش موجود في التشكيله الاساسيه. موجود في التشكيله الاساسيه، واحد احسن سته في مصر في الوقت الحالي. وانا محتاج في التوقيت ده ان انا العب بواحد يامن لي خط نص، وخصوصا مع رؤوف بالغيث واسلام بالخير وعبد الرحمن مزيان اللي هو الراجل المهاري جدا ناحيه الشمال بتاعتهم. فالناس بتعرف تمسك الكوره كويس، فوضع طبيعي جدا الهجوم هيبقى عليا كتير جدا. فعايز واحد يمسك الكوره بشكل كويس. الاهلي بدا بثلاثه نص ملعب، هم كلهم بيلعبوا 8، اللي اقرهم 8 هو نفسه كولر. يعني كوكا على طول بيلعب 8. ايوه. عمرو السولية على طول بيلعب 8، وامام عاشور بيلعب 8. اخطر حاجه من المباراه اللي حتى في مباراه السته كانت ناحيه الشمال عندهم مظبوط. فوضع طبيعي ان انا النهارده اول ما افكر في اكتر واحد يجيد الحته الدفاعيه في اللقاءات الثنائيه وفي الحته المهاريه هو اكرم توفيق. ايوه، يعني هيلعب قدام واحد بيجيد ده بشكل كويس قوي يعني. فتوقعت ان اكرم يلعب باك رايت. هي النتيجه ممكن تبقى تزعل قوي، توقيت الجول يزعل جدا. حاله الفريق في الثلاث اربع مباريات اللي فاتت ممكن تبقى بالنسبه لك يعني استمرار لحاله ممكن ما تبقاش احسن حاجه في الوقت الحالي يعني. لكن ترتيب مجموعه الاهلي في كل او معظم 90% من البطولات اللي خدها بيبقى بينجح على الحركرك في دوري المجموعات وياخدوا البطوله. تمام.